السلام عليكم، ترجم الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم جوج طرق ديال السلو، غندير لكم الصحي وغادي نديرو العادي. هكا غنكونوا رضينا الجميع، اللي كيبغي الصحي غيستافد واللي كيبغي العادي غادي يستافد. والطريقة اللي غادي نعطيكم اليوم ديال زمان صفوف أو سلو ديال زمان، ديال ماما الله يخليها ليا، هي اللي كانت كتقادو للكليان وكيطلبوه بالاسم ديالها. ونبداو دابا على بركة الله. نبداو بسلو العادي. عندنا كيلو ديال اللوز محمر. التحميره البنات ضروري ضروري يكون مزيان وعلى حقه وطريقه، حيتاش التحمار في السلو هو كلشي. عندنا كيلو ديال الزنجلان، عندنا كيلو ديال الدقيق محمر حمرته انا غير في الدار، وعندنا القرفه، وعندنا السكر كلاصي، وعندنا النافع يكون محمر حتى هو شوي باللي كنبغيو نطحنوه، كنحمروه شويه باش حتى كيبرد وكنطحنوه باش هكا كيتسحق لينا مزيان. وعندنا المسكه والزبده. غادي نقول لكم شحال ندخل ليا. كناخذ كيلو ديال اللوز كنقسموه على 3. طبعا من بعد ما انكم سلقتوه وبيتوه ليله كامله باش هكا كيجيكم التحمار زويون. وحاولوا ما تخليوهش في الماء بزاف، لان ملي كتخليوه كيشرب الماء. كنقسمو داك اللوز على 3 كي قلنا، وكنقسمو الزنجلان على 3. كناخدو ثلثين ديال اللوز وثلثين ديال الزنجلان، هادو كنطحنوهم مزيان. اللي عنده ديك الماكينه راه مزيان حتى كيطلقوا الزيت ديالهم، اللي ما عندوش راه غيديه لعند العطار راه غادي يطحنوا ليه. كناخدو هنايا داك كيلو ديال الدقيق، طبعا يتعبر هو محمر حيتاش انا حمرته في الدار، وضروري يتغربل، شتو كيبقاو فيه دوك الحبيبات. وكناخدو 250 غرام ديال السكر كلاصي حتى هي كنغربلوها. وغادي نبداو دابا الطحين، غنطحن داكشي اللي غادي نطحن في الدار وغادي نبداو نجمعو في السله. غادي ناخدو هنايا داك الزنجلان اللي بقى لينا، ثلث واحد اللي بقى لينا غنقسموه على جوج. النص غادي نخليوه صاين والنص غادي نطحنوه غير طحنه وحده، غير بحال يتهرمش. كذلك اللوز داك الثلث اللي بقى لينا غادي نطحنوه كله غير هو يبقى شويه مهرمش. كناخد المسكه، كندير ديك الباكيه الصغيره كي قلت لكم، وكندقها مع شويه ديال الدقيق وكنغربلها. كنديروا 4 المعالق ديال حبه حلاوه والنافع، راه مخلطه هما البنات، انا كنخلطهم، راه نسيت ما قلتهاش لكم في الاول. كنديروا 4 المعالق كبار وجوج معالق ديال القرفه. عاودت هنا غربلتهم واخا ديجا مغربلين، وكنضيفوا داك السائل ديال اللوز والزنجلان. غادي نبدا بكاس ديال الزبده دايبه، طبعا تكون سبيسيال البنات، وكندلك ونجمع. كفاتني مزيان، ما كفاتنيش غادي نزيد، غادي نقول لكم شحال زدت هنايا. شويه البنات ما نسى هاد الزنجلان واللوز مهرمش نسيتهم. زدت نص كاس ديال الزبده دايبه، يعني في المجموع كاس ونص ما يعادل 250 غرام رابعه. صافي وكنبقى كندلكو مزيان حتى شتو كي كيولي. المهم سلو راه عرفتو كيتدلك مزيان. صافي ونخليوه على جنب ونبداو دابا الشكل الثاني الصحي. عندنا الشعير، شتيو حمرته في الدار، عرفتي عجبني الحال نحمرو في الدار، عرفتي كتشمو ديك الريحه الاجواء ديال رمضان، الله يدخلو علينا يا ربي بالصحه والسلامه يا ربي، كل وحده فينا ولا كل واحد فينا اللي ترجى يا ربي. وعندنا نص كيلو ديال الزنجلان بلدي، هما تقريبا بحال بحال، غير بالنسبه لهاد الصحي غنستعملوا فيه كلشي بلدي. عندنا نص كيلو ديال اللوز بلدي، حتى هو راه مسحته مزيان وحمرته بالقشره ديالو. كي قلت لكم البنات التحمار راه ضروري يكون مزيان باش يجينا صلو زوين. وعندنا النافع وحبه حلاوه، وعندنا القرفه والمسكه حره جوج باكيات والعسل والزيت باش غادي نجمعو. غادي نقول لكم شحال دخل ليا. بالنسبه للطريقه بحال كي درنا العادي بحال هكا غنديروا للصحي. باش نسرع هنا الفيديو. كنبداو هنا نجمعوا كلشي. وبالنسبه للمسكه كندير جوج باكيات للسلو الصحي.
كنديروا 2 معالق ديال القرفة و3 المعالق ديال حبة حلابة والنافع، وكنديروا داك اللوز والزنجلان اللي هرمشنا، ونضيفوا الزنجلان واللوز اللي ولا لينا سائل حتى هو، صافي وكنبداو نجمعوا. كنجمعوه هو بالعسل، درت أنا ديال الخروبة البنات، نتوما بغيتو ديروا ديال الليمون شوفوا على حسب. ودرت الزيت البلدية، دخل ليا كاس ديال الزيت البلدية ودخل ليا كاس ديال العسل، وانتوما على حسب الحلاوة اللي بغيتو، يعني اللي بغا يدير قل، اللي ما بغاش يديرو كاع غير هو غيجي شوية مر. صافي وهنا كندلكو كيدلكنا السلو لاخر. بهاد الطريقة ما كيجيش سبحان الله ناشف، واخا الشعير ما كيجيش ناشف، كيجي زويون. وهنا كيتسالى الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم، وما تنساوش تدعموني بالاشتراك، الله يجازيكم بخير كي كنقول لكم دائما. وهذا هو الشكل الاول ديال العادي، وهذا الصحي. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة بحول الله وقوته، في امان الله.